السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مكرونة بطريقة جميلة قوي بالفراخ، هتعجبكم طعمها حلو قوي. شايفين بتتلف بطريقة جميلة قوي ازاي؟ هنغير ونعمل شكل جديد كده يبقى جميل قوي في العزومات او بتقدميه لولادك، هيبقى شكل جديد وحلو قوي. انا جبت قالب زي ما انتم شايفين كده وعملت بيه في الطريقة دي. حبيتي تعمليه في كل واحد كوباية بالمكرونة بتاعتها لوحدها في صواني صغيرة براحتك. حبيتي تعمليه على بعضه كده وتقدميه بيبقى شكله جميل قوي برضه. الطريقة اللي تعجبك اعملي بيها. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول المقادير. هنجيب كيلو مكرونة سباكيتي، بس ما تكسريهاش، تخلي المكرونة سليمة زي ما هي، وتروحي سلقاها تسلقيها عادي خالص زي ما بتعملي المكرونة الطبيعية العادية. بتجيبي بقى كيلو فليه زي ما انتوا شايفين كده، فراخ مخلية رقات زي كده، الواحدة الطويلة بتقسميها 2، وتجيبي بصلاية وتبشريها. هنتبلها وبتقعديها نص ساعة متبلة عشان تاكل في ملحها كده يبقى طعمها حلو. بتبشري بصلاية وبتحطي لها بقى البهارات، فلفل اسود وكمون وملح، وبتحط لها بهارات الفراخ. وبتجيبي ليمونة حلوة كده وتروحي عصرها عليها ومتقلباها كويس كده، وتروحي حطهم على الفراخ، متبلها الفراخ وتسيبيها نص ساعة تاخد وتدي مع بعضها، يعني تشرب التتبيلة بتاعتها. مع بال بقى ما نجهز الصلصة ونسلق المكرونة، نكون الفراخ بتاعتنا جهزت. تحط لها الليمون وهنسيبها بقى تجهز مع بعضها كده. تحط لها الملح طبعا، بتحط لها بقى شوية شطة لو انت حابة شطة، مش حابة شطة براحتك ما تحطيش لو عندك أطفال صغير. وتسيبيها بقى نص ساعة ترتاح كده في التلاجة شوية، ونبدأ بقى نعمل الصلصة بتاعت المكرونة. وتسلقي المكرونة زي ما قلت لكم، المكرونة تتسلق سليمة زي ما هي، ما تكسريهاش عشان عايزينها طويلة عشان نعرف نلفها. بنجيب بقى بصلاية وسط، عايزة المكرونة الصلصة بتاعتها تبقى كتيرة وتقيلة وطعمها حلو، بتكتري البصل، تروحي ضرباه في الكبة حلو وتنعميه وتحطيه في شوية زيت بالتوابل بتاعته وتقلبيه يا دوبك يصفر، وتحطي التومة بتاعته وتروحي حاطة الطماطم تروح متسبكة وطفي عليها. وطبعا سلقنا المكرونة. بنجيب بقى طلعنا الفراخ ونبدأ دلوقتي نحضر الفراخ. بنجيب بيضتين ونضربهم زي ما انتوا شايفين كده. مش عايزين نستهلك بيض كتير، بتحطي نص كوباية مية على البيض او كوباية الا ربع مية، وتروحي مقلباها كويس عشان احنا مش عايزين نستهلك بيض كتير، وهتطلع جميلة وحلوة قوي. بتجيبي بقى بقسماط مفروم ناعم وتحطيه، وتحطي له التوابل اللي هي بتاعت البهارات والفلفل الاسود والكمون. اهم حاجة في الفراخ دي ان انت تزودي الكمون شوية، بيدي طعم حلو قوي للاكلة. وروح متبلاه كده بالملح. ونجيب دقيق برضو نفس الطريقة، نحط على الدقيق نص معلقة نشا. النشا هتخليلك الفراخ ما تشربش زيت وتبقى كريسبي كده وطعمها حلو قوي. ونحط نفس التوابل اللي حطيناها على البقسماط نحطها على الدقيق. انا هخليلك الكيلو ده كيلو فليه، خليلك ما تستهلكيش بيض كتير ولا حاجة. زي ما قلت لك كده، نجيب بيضتين وتحطي عليهم كوبايه الا ربع ميه كده او نص كوبايه ميه، وتحطي له التوابل اللي احنا حطيناه برضو نفس التوابل اللي حطيناها على الدقيق والبقسماط. وبعد كده بقى نتبل الفراخ في الدقيق الاول، وبعد كده تحطيها في البيض، وبعد كده في البقسماط. ليه بقى بنحط الدقيق الاول على الفراخ؟ عشان يثبت المقادير، يثبت البيض ويثبت البقسماط، ما يخليلكيش في فجوه كده ما بين الفراخ والطبقه اللي هي البقسماط، الطبقه اللي على الوش ما تنطرش، تبقى لازقه فيها. الدقيق مهم جدا يا جماعه ان انت تحطيه الاول قبل البيض. خلاص احنا جهزنا بقى الفراخ وعملناها كلها مره واحده، تبلناها وعملناها بالبقسماط والبيض وخلصناها، وبنبدا نحمرها زي ما انتوا شايفين كده. هتطلع حلوه قوي ولا شاربه زيت ولا اي حاجه، وجميله قوي وطريه وكريسبي في نفس الوقت، طعمها حلو قوي. شايفين الطبقه ثابته ازاي؟ مش هتلاقيها منطوره.
خلصنا كده الفراخ خلاص، وسلقنا المكرونه وحضرنا الصلصه. نبدا بقى نشوف الشكل الحلو اللي هنعمله. بجيب بقى قالب، انا جبت قالب بتاع الفرن، وحطيت بالطريقه دي. بتجيبي بقى 3 كوبايات على حسب العدد اللي عندك، هتحطي 4 5 براحتك. انا سلقت كيلو مكرونه وده كيلو فليه، على حسب بقى المقدار اللي انت هتعملي على قد عدد اولادك او عزم حد. شوفي الكميه اللي انت محتاجاها. بعد كده بقى بنجيب الكوبايات ونحطها بالطريقه دي، ونبدا نلف المكرونه. طبعا احنا سالقين المكرونه، مش حاطين لها اي حاجه، مسلوقه عباره عن ملح بس، والبهارات اللي هو الكمون وشويه كزبره كده في السليق. تديها ايه شطفه خفيفه قوي يعني عشان ما تلزقش منك وانت بتلفيها بالطريقه دي. بتخليها طويله زي ما هي، ما تكسريهاش في الميه، هتريحك في اللف. تحاولي بقى بتلفيها بالطريقه دي. بتحاولي ان هي ما تبقاش طالعه بره عشان تبقى مسويه وشكلها حلو. ما تنسونيش بقى يا جماعه في التعليقات والشير واللايك، وجزاكم الله كل خير. هي لفتها سهله قوي، بس بتدي شكل جديد ومنظر حلو، وبتبقى حلوه قوي كمان في العزومات. بتكملي برضو الناحيه التانية كده، عايزينهم قد بعض، نحاول نخليهم قد بعض. بعد كده بقى بروح مسوياها. سويها ايوه كده عشان تبقى مسويه. نبدأ بقى نشيل الكوبايات بعد ما سويناها كويس. شايفين بقى في فجوة في النص كده. هنبدأ بقى نجيب الصلصة بتاعتنا اللي احنا عملناها بتاعت المكرونة، ونبدأ بقى نفضيها بقى في النص. ما تخافيش، هي مش هتطلع من بره المكرونة، هي هتفضل في النص كده. حبيتي انتي تزودي اكتر من كده صلصة زودي براحتك. وبعد كده بقى نبدأ نرص بقى الفراخ حواليها، بيبقى شكلها حلو قوي كده في التقديم. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.